هندور وندور ونلف السبع بحور ونجيب لكم قصص من الخيال. هندخل مع أصحابها ونعيش جواها. بس قبل ما نبدأ ونقول يلا بينا نصلي على الرسول. كان يا مكان يا سادة يا كرام، ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. هنحكي النهاردة قصة الأميرة الجميلة والأمير المجهول. كان يا مكان في سالف العصر والأوان، كان في عصر الأميرات أميرة جميلة اسمها نوران، وكانت بتسكن القصر مع والدها الملك وزوجة والدها. ولكن زوجة والدها دايما كانت بتمنعها من الخروج من القصر، وكانت بتشدد على الحراس إنهم يمنعوها إنها تخطي أعتاب القصر. كانت الأميرة دايما حاسة بالقهر والاكتئاب والحزن الشديد. كانت دايما تقعد في أوضتها وتقرا في الكتب وتكلم العرايس بتاعتها وجدران غرفتها. وأوقات كانت بتبص من شباكها على الحديقة والشوارع وتتمنى إنها تمشي في الشوارع وسط الناس. وفي يوم من الأيام اضطر الملك وزوجته للسفر لمدينة جنب مدينتهم علشان يحضروا حفلة كبيرة، وهيقعدوا هناك في المدينة أسبوع. قالت الأميرة لوالدها إنه ياخدها معاه، لكن والدها رفض لأنه كان خايف عليها من الخروج زي ما زوجته دايما بتقوله. وبعد سفرهم حست الأميرة بالوحدة، وراحت للمطبخ وحطت المنوم في الأكل اللي بياكل منه الحراس علشان تقدر تخرج من القصر. وفعلا بعد ما ناموا الحراس خرجت الأميرة وقعدت تمشي في المدينة لحد ما شافت حصان أبيض جميل، وكان الحصان مميز. قدرت تتكلم ليه وتلعب معاه لحد ما شافت شاب جاي من بعيد ومعاه أكل للحصان. بدأ الشاب يقول لها انتي مين وجيتي منين؟ قالت له أنا كنت بمشي في الطريق لوحدي. قال لها وازاي تمشي في الطريق ده لوحدك وهو طريق ما فيهوش الكتير من البشر؟ ردت عليه وقالت له أنا عمري ما مشيت في الشوارع ولا أعرفها. حكت الأميرة للشاب حكايتها وعرفته بنفسها وإنها الأميرة، وبدأ كل واحد منهم يحكي للتاني عن نفسه لحد ما دقت الساعة 12. قال الشاب للأميرة انتي لازم تروحي للقصر وبكرة أشوفك في نفس الميعاد. وفعلا تاني يوم حطت المنوم للحراس وراحت للشاب في نفس الميعاد، وبدأ الحب بينهم. فضلت الأميرة تقابل الشاب لحد ما عدى الأسبوع ورجع الملك. راح الشاب وتقدم لخطبة الأميرة، لكن الملك من غير أي أسباب رفضه حتى قبل ما يعرف هو مين، لأن الأميرة كانت فاكراه فقير
وقالت لأبوها إنه ما يملكش إلا الحصان بتاعه. لكن في اليوم التاني جاء مرسال للملك من ملك المدينة اللي جنبهم، وهو معروف بسلطته الكبيرة وحكمه العادل، وطلب منه إنه يقابله. وجاء الملك من المدينة البعيدة ومعاه والده لقصر الأميرة، وقال له إن الشاب اللي طلب بنته الأميرة هو ابنه الأمير، وهو يبقى الملك المنتظر. إزاي ترفضه؟ دق قلب الأميرة من كتر الفرح. أقامت البلاد كلها الأفراح، واتجوزوا الأميرة والأمير، وأنقذها من زوجة أبوها، وعاشوا حياة سعيدة. وبكده قصتنا تكون خلصت. هتوحشوني جدا من النهاردة لحد القصة الجاية. بحبكم جدا في الله. مع السلامة في يوم جديد وقصة جديدة إن شاء الله.